صباح الخير، عاملين ايه؟ طبعا احنا رحنا ودينا ولاد المدارس وقلنا نروح السوق كده ايه نعمل ايه. فبصراحه الكرنب شكله شجعني وشكله حلو جدا. كرنبايه شكلها حلو. فرحنا اشترينا كرنب واشترينا خضره واشترينا ورق عنب وملوخيه، وقلنا نعمل معاكم محشي كرنب النهارده، ومحشي بقى ايه طاجن ورق عنب كده بالكوارع البط ايه. استنى بقى وانتوا طيبين. طبعا حته ان رمضان جاي ده وفي مدارس، موضوع صعب جدا. ماشي، دروس مع رمضان، تحس ان الدنيا متلخبطه كده، مش متظبطه، مش عارفه ليه. يلا كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله يا رب كده ايه رمضان خير علينا كلنا يا رب جميعا ان شاء الله. ماشي، انت بتقطعيها بالطريقه دي وبعد كده بتحطيها تبقى حتى حاجه كبيره شويه، تحطي فيها ميه سخنه وملح وبتسلقيها. هوريكم دلوقتي وانا بسلقها. طبعا كده دي الميه السخنه اللي هنعمل فيها الكرنب، تحطي فيها ملح تمام. ودي الميه اللي هنسلق فيها ورق العنب، بس ورق العنب ما بنحطلوش ملح، ممكن تحطي له حبه زيت عشان يبقى ناعم معاكي. بصي ممكن نحط له حبه زيت بالطريقه دي عشان يبقى ناعم معاكي، انما تحطي له ملح لا. نحط الكرنبايه بالشكل ده على وشها كده ماشي شويه، وبتروحي ايه بتفضلي تحركي فيها وتقلبيها وتشيلي منها ورقه ورقه، هتلاقيها فكت معاكي، لان انت لو فكتيها بالشكل ده بصي هتتقطع معاكي. ورق العنب احنا بنجيبه وبنوضبه، يعني بنرصه، بتشيلي منه بيبقى فيه زي عصايه هنا طويله كده، بنقطعها وبنرصه بالشكل ده، بحيث ان انت وانت بتلفي ما ياخدش معاكي وقت، وبيبقى بصي سهل. ماشي، هنطلع معاكم. طبعا هنا احنا حطينا ميه ماشي. هنطلع معاكم ورق العنب. بس انت بتطلعيه كده بالشكل ده اهو. انت حاسه ان هو في ناس بيشتروه جاهز، بس دلوقتي ورق العنب فريش طبعا حلو جدا اهو بعد ما اتسلق. تمام، نرجع لكم بقى، وادي اهو نطلع معاكم تاني ورقتين عشان ايه هجيب لكم بقى واحنا بنعمل الصلصه بتاعت الكرنب بالشكل ده. الخلطه بتاعت المحشي طبعا دي سمنه على دي دهنه عند الجزار، خدناها وقطعناها حتت صغيره كده، اللي ما بيحبهاش ما يحطهاش، بس هي بتدي طعم حلو للمحشي، بس اللي ما بيحبهاش خلاص ما يحطهاش. البصله بعد ما هي ايه داخله مثلا على التحمير، بس هي غامقه كده عشان عليها بصل احمر، وده فلفل يعني فلفل احمر مخزناه في الفريزر. اللي مش حابب ان هو يبقى المحشي حراق ما يحطهاش. معايا هنا الصلصه جاهزه فرزها في الفريزر، فرزينها قبل رمضان خزنه اشتغل معاكي وقت خالص. المفروض كنت طلعتها من بدري، بس هي توطي عليها النار عشان ما تلسعش منك او تخف منك من تحت. ما بحطش بهارات كتير للمحشي، كمون فلفل اسود ماجي تمام. والفلفل الاسود ويا ريت ما يبقاش كتير، لان بيبقى طعمه بيدي لسعه كده، ما بتحسيش بطعم المحشي بسبب. انا بحب احط البهارات والماجي
يعني بصي لما الصلصه بتبقى خلاص اتسبكت معاكي والميه اللي فيها نشفت، بصراحه طعمها بتبقى احلى، بتبقى واضحه في المحشي. طبعا انا عامله صلصه كتير لان انا هعمل محشي ورق عنب ومحشي كرنب ومحشي ممبار. بس بقى يعني ايه، المحشي الممبار ان شاء الله هعمل لكم فيديو لوحده صغير كده لوحده. معانا هنا الرز طبعا غسلينه. رز بلدي، معانا الخضره بتاعتنا، والخضره حسب ما بتحطي برضو، يعني حسب ما بتحطي انت محتاجاها كتيره او محتاجاها بتحبيها كتيره او قليله، انت حسب ما بتحبيها. كل واحد وليه ذوق في الاكل او بيحب المحشي بطريقه معينه. طبعا انت هتقولي انت بتقلبي ليه الرز وهو على النار؟ انا بديله تقليبه صغيره، تقليبه صغيره جدا على النار، وبعد كده بشيله على طول، يعني مبتاخدش وقت. شكل الخلطه بصي، ولا الريحه بقى، مش عايزه اقول لكم على الريحه عامله ازاي، بجد فظيعه فظيعه، الريحه فظيعه. اسلق البطايه، البصله وجزر، طماطم، ودول فصين توم حسب ما بتحبي. ماشي، ودي كده بهارات لحمه. هتقولي لي طب ما هي البهارات دي بتسود الشوربه، لا انا هوريكي ان هي ما بتسودش الشوربه ولا اي حاجه. ماشي، البطايه، ده شكلها. بس الشوربه ولا اسودت ولا اي حاجه. شوفي ناس بيقول لك البهارات بتاعه الشوربه تسود. طيب هي لازم اطلعها. طبعا انتوا شفتوا الورق واحنا بنسلقه، احنا سلقناه سليم زي ما هو كده خلاص. بصراحه انا بقطعه كده بالطريقه دي. انت بتيجي هنا كده وتروحي شايله الحته دي بالشكل ده، وبتقطعي حسب ما انت بتحبي الصابع بقى، الصباع صغير كبير بالشكل ده. بصي اهي بتبقى بالشكل ده، انت بتقطعيها حسب الحجم اللي انت تعمليه بالشكل ده كده. بصي طبعا انا عامله كل ده قبل ما، بس انا بوريكم الطريقه. وفي ناس تانية ما بتعرفش تقطعه كده فبتعمله بالشكل ده. ممكن بالشكل ده تجيبيه كده بالشكل ده، وبتطلعي برضو دي كده وبتروحي مقطعاها برضو بنفس الطريقه كده. انا بقول لكم انا بصراحه بقطعه بالطريقه اللي انتوا شفتوها، بتقطعيه بالطريقه دي كده اهو نفس الشكل. بس انا بالنسبه لي دي طريقه بطيئه جدا، فانا لا ما بعرفش استخدم كده، بس انا بوريكم ان في كذا طريقه تعرفي تقطعي بيها. بعد ما قربنا نقفل محشي ورق العنب، هنعمل معاكم محشي الكرنب لسه ما بدأناش فيه، بس هلف معاكم شويه محشي ورق عنب. في حد بيلف بالطريقه دي زي ما قلنا لكم قبل كده، وممكن حد يلف بطريقه تانية، ان تحطي اي طبق او اي ترابيزه تلفي عليه بالشكل ده.
احساس حلو ان الواحد يروح يودي الولاد المدرسه ويروح يجيب الحاجه بدري، ده بجد. طبعا احنا هنقف نلف على الرخامه، وابقى بكذب عليكم على فكره، صعب ان الواحد يفضل واقف يلف على الرخامه لان المحشي بياخد وقت. فكرة هنروح بعد ما يستوي طبعا واحنا بنغرفه. على فكرة احنا صايمين، فمش هفضل اتكلم كتير، مش قادرة اتكلم. عملنا معاكم كل حاجة خطوة خطوة، صح؟ كده فاضل اللف بس اهو. وبرده اللي ما بيعرفش يلف على ايديه ممكن يلف على ترابيزة او على صينية. وهنا كان نهاية المحشي بعد ما خلصناه. وبس الفلفل ده يخلي ليه طعم حلو جدا. ورجعنا لكم تاني بعد ما سوينا المحشي. كده بقى هنغرف معاكم المحشي. بصوا احنا عايزين نعمل طريقه في المحشي، المفروض ان انا اقلبه بس انا مش هعرف اقلبه، فنيجي ايه. بصوا بقى الكوارع، طبعا المحشي ده محشي بالكوارع، انت ممكن تعمليه في الطاجن زي ما اتفقنا، ممكن تعملي ده في طاجن، بس انا عشان الفرن عندي بطيء فمعرفتش اعمله في الفرن. تمام. المحشي بقلب هنا وشفا. طبعا المحشي وجمال المحشي، ومحشي ورق العنب بالكوارع، مش عايزه اقول لكم على الجمال. والملوخيه، تعالي علي قول لهم حاجه، عايزه تقول لهم عنها بألف هنا وشفا. احنا لسه هنفطر، كل سنه وانتم طيبين. مش تقول لهم حاجه يا لولو؟ من لايك، من شير، من كل حاجه. باي باي.